أكثر القوانين إزعاجا للأمريكيين هي غرامة الوقوف الخاطئ، فإذا قام شخص ما بصف سيارته في موقف للسيارة لمدة طويلة أو بطريقة خاطئة وذهب، وعندما يعود يفاجأ بورقة صفراء على زجاج السيارة الأمامي عبارة عن غرامة مالية تعكر صفوف يومه. وتحرص الشرطة جدا على تطبيق هذا القانون، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، مثل هذه الصورة من ولاية أريزونا. الشرطي هنا لم يطبق القانون على المواطنين فقط، لكن أيضا على زملائه، مما وضع الشرطي صاحب السيارة في موضع شماتة من رواد التواصل الاجتماعي. ثانيا، خطأ في الكتابة. كثير من الشباب يعشقون الوشم على أجسادهم، وبما أن هذا الوشم سيبقى دائما على أجسادهم، لذا يجب تحري الدقة، لأن إزالة هذا الوشم لن يكون إلا بالليزر، وهذا شيء مؤلم جدا. وهذه الفتاة التي نشرت صورة لها على مواقع التواصل لكلمة مرسومة على ظهرها، لكن يبدو أن الرسام أو الفتاة أحدهما لا يجيد اللغة الإنجليزية، فالفتاة كانت تعتقد أن الكلمة المكتوبة تعني البهجة، ولكن اتضح أن الكلمة تعني مرنة، مما وضع الفتاة في موضع سخرية من أصدقائها على مواقع التواصل، وتحولت لحظة الفخر بالوشم إلى لحظة عار. ثالثا، منشور ساخر. أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أهم الأساسيات في حياتنا اليومية، فمنا من يحب نشر صور لأطفاله أو لشخصه ربما أكثر من مرة في اليوم، وهناك من يطرح مواضيع للمناقشة أو ربما الدردشة، وهناك آخرون يحبون نشر الأشياء المضحكة من صور أو حتى سخرية، مثل هذا الشخص الذي سخر من ارتفاع أسعار المحروقات بطريقة جديدة، فكتب قائلا: أتمنى لو أن معدل درجات التراكمية مثل أسعار المحروقات، فتحولت السخرية من ارتفاع أسعار المحروقات بصورة كبيرة إلى سخرية من فشله في الدراسة. رابعا، رفسة مؤلمة. إذا كنت من الذين يعيشون في الريف فأنت تعرف كيفية التعامل مع الحيوانات المنزلية، فهذه الحيوانات الأليفة بالرغم من أنها ودودة، لكنك إذا كنت لا تجيد التعامل معها لن تتوقع رد فعلها. فالخيول مثلا حيوانات جميلة ورائعة، لكن هناك قاعدة في التعامل معها يجب أن تعلمها، فإذا كنت واقفا خلف الخيل لا تقم بأي حركة تفزعها حتى لا تتلقى درسا لن تنساه، مثل هذا الرجل في الفيديو الذي أمامنا. هذا الرجل أراد إمساك ذيل الحصان للتباهي أمام أصدقائه، فتلقى رفسة مؤلمة في وجهه، وهذه نتيجة جهله في كيفية التعامل مع الخيل، فاحذر. خامسا، إجابة ذكية. أحيانا عندما نريد المشاورة نلجأ إلى الإنترنت، وتحدث أحيانا كثير من المناقشات للرد على استفساراتنا، بعضها يكون ساخر، مثل هذا الرجل الذي كان يستفسر عن خدمة سيارات الأجرة، فرد عليه شخص بطريقة غير لائقة وقال: أنا لست خدمة سيارة أجرة ملعونة، لكن إذا كنت تريد التوصيل فلا بد أن تدفع المال لي. فرد عليه الرجل بذكاء: هذا يجعل منك سائق سيارة أجرة. سادسا، ترجمة مؤلمة. مرة أخرى مع الوشم. لقد قلنا من قبل أن الوشم يجب أن يكون دقيقا، خاصة إذا كانت عبارات مكتوبة، وبعض الأشخاص يحبون تلك العبارات التي توحي بالوجدانية والروحانيات، وربما تلك التي من اللغات الأجنبية الصعبة مثل الصينية. فهذه الفتاة التي رسمت على جسدها نقوشا باللغة الصينية معتقدة أنها عبارة تدل على القوة والشجاعة، ونشرت الصور على مواقع التواصل ليصدمها أحد المختصين باللغة الصينية بأن ترجمة الجملة هي مائدة الطعام والمشروبات. سابعا، الغرق في الماء. يحب الجميع الذهاب إلى البحر للتمتع بالمياه والسباحة أو ربما الصيد وركوب القوارب، وأحيانا تحدث أحداث مؤسفة مثل الغرق في الماء نتيجة للتعب أو ربما عدم الإلمام التام بالسباحة. ربما يصطدم قارب ببعض الصخور أو بقارب آخر فيحدث أن يغرق أحد في الماء، لكن أن تغرق في المياه وأنت على الشاطئ فهذا شيء غريب. وفي هذه الصورة طلب رجل مغمور من صديقه بأن يرشه بالماء عن طريق محرك أحد القوارب، لكنه لم يقدر قوة اندفاع الماء بشكل صحيح، فغمرته المياه ودفعته بعيدا عن الشاطئ، مما وضعه موضع سخرية من أصدقائه.
ثامنا، علاقة غير مشروعة. أساس أي علاقة ناجحة هي الحب والثقة بين الطرفين، وانعدام الثقة يكون أحيانا نتيجة للشك في الطرف الآخر. وهنا حكاية لزوجة تدعى جاكي، كانت في رحلة عمل وأرسلت لزوجها صورها من الفندق لتثبت له أنها بمفردها في الفندق، ولكن الزوج اكتشف شيئا مريبا في الصورة. الحقيبة التي كانت مع زوجته في الصورة ليست حقيبتها. وعلى الفور قام الزوج بالاتصال بالفندق ليكتشف أن الغرفة التي تقيم فيها زوجته محجوزة باسم صديقه، ليكتشف خيانة زوجته عن طريق صورة لحقيبة. تاسعا، حماقة مشجع. من المعروف عن المشجعين حماسهم الشديد في تشجيع فرقهم بكل الطرق الممكنة وأحيانا المتطرفة. وفي الصورة مباراة بيسبول بين فريقي دنفر وكانساس سيتي، اقتحم مشجع يائس من فوز فريقه أرض الملعب للتعبير عن غضبه. لم يستطيع أحد اللحاق به حتى تمكن حارس أمن يدعى تايلر من الإمساك به بعد أن قفز عليه وألقاه أرضا على طريقة لعبة كرة القدم الأمريكية. عاشرا وأخيرا، نداء الطبيعة. قد يعتبر الإنسان نفسه الأقوى والأذكى بين المخلوقات لما يملكه من تطور تكنولوجي وحضارة وأسلحة فتاكة، لكن قوتنا وذكاءنا أحيانا لا يستطيع التفوق على حيوان جائع. في هذه الصورة نجد حتى أصغر الحيوانات تكون شرسة عندما يتعلق الأمر بالطعام. ففي ولاية نيوجيرسي وجد شخص حيوان راكون يعبث في قمامته، فقرر جلب ممسحة لإخافة الراكون، لكن الحيوان كان شجاعا لدرجة أن هجم على الرجل، ولم يستطيع الرجل مقاومة هذا الحيوان الصغير، واضطر في نهاية الأمر لترك الممسحة والهرب من أمام الراكون الشجاع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.